بدر الخراشي أحييك. ألف خلنا نقول تعليمات من أول كرة تقريبا تسجل هدف، كان في تعليمات في النزول. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. تمنينا الفوز بس طلعنا بنقطة، يعني ممكن النقطة هذه أفضل من لا شيء. طبعا مثل ما انت شايف الفريق النصراوي اليوم كان فريق كويس، يهاجم من الأطراف، يهاجم من العمق. المدرب أجرى كم تغيير، الحمد لله يعني من أول لمسة قدرت إني أحرز هدف تعادل. الحمد لله إن شاء الله نصح. هذا توجيه ولا أنت شايفه في المقعد؟ شايف إنه في مكان بالإمكان التسجيل بدر؟ والله تبي الحقيقة يعني عبد الله ولا أنا والله من بداية المباراة وأنا شايف إنه في يعني في ثغرات بين المدافعين، في مدافعين يطلعون من أماكنهم. الحمد لله يعني كان تركيزي الشوط الأول بداية الشوط الثاني على الخلل اللي في الدفاع النصراوي. الحمد لله الله وفقني إن شاء الله، والحمد لله الله وفقني وجبت الهدف. إن شاء الله نقدم مستويات المباراة الجاية ونكسب نقاطها. قلت لك مبروك بهذه النقطة، تقبل؟ والله بصراحة أقبل كل شيء منك عبد الله، الله يعطيك العافية. شكرا. وائل عيان أحييك. اليوم جهدك التكتيكي كان واضح باللعب خلف المدافعين وصناعة الكور العكسية، هذا التوجيه كان من بداية المباراة لك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بحب اشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموه وهالمباراه الحلوه اللي قدمناها. الحمد لله نحن قدرنا نطبق تكتيك المدرب اللي هو الضغط على فريق النصر، وتوفقنا في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني وزدنا نسجل التعادل، واشتغلنا على التكتيك اللي قال عليه المدرب انه انا اغطي ورا الظهير الايسر حق النصر، والحمد لله وفقنا بنقطه جيده. اليوم معكم 4 نقاط من 3 مباريات كلاعبين، هذا الرصيد مقنع؟ اول شيء الحمد لله على النقاط اللي حققوها الشباب. يعني بدايه الدوري لعبت انت مع فريق الشباب، فريق رائع وجيد متحضر بشكل جيد، والمباراه الثانيه قدرنا نحقق 3 نقاط ونتيجه جيده برايي مع النصر التعادل. اخيرا في اخر المباراه كان النصر يلعب في خط ال 18 بالنسبه للفيصلي، سنحت له الفرص، لماذا جاءت الفرص في آخر المباراة؟ لأنه صار شوي بلشنا نحن بداية المباراة بضغط على فريق النصر، وهذا أثر شوي على الناحية البدنية شوي. آخر 10 دقائق شوي صار في هبوط اللياقة البدنية في آخر 10 دقائق من المباراة. الله يخليك. شكرا لي بن يحيى، أحييك. أقول النقطة يبدو من ملامح وجهك أنها غير مرضية. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بعد مباراة كما هيك يكون الواحد زعلان، أجل لعبنا باش ناخذوا 3 نقاط وعلى الآخر تأخذ نقطة، و كان الفيصلي ما كان عنده نقولوا فرصات كبير باش يسجل أهداف، سجل هدف بس احنا كنا لازم نسجل الهدف الثاني حتى في الشوط الأول ما سجلناهش. ما نقدر نقول انا الجمهور راني كيما الجمهور، حتى انا جاي باش نربح المباراة مش باش نخسر ولا نتعدل. نتمنى ان شاء الله يكون الفوز في المباراة الجاية ان شاء الله. كلاعب مدافع الهدف التعادل جاء من بديل ثبت الكرة ووضعها في المرمى من كرة ثابتة، نقول لك وين التغطية على اللاعب اللي نازل كمهاجم؟ لا الكرة عملنا بزاف فاولات في الشوط الثاني، وكي تعمل 10 فاولات ورا بعضهم لازم حتى الفيصلي عنده لاعبين قادرين يسجلوا، والواحد ما خصه يعمل فاول ويزيد يعاود فاول وفاول، لازم يلعب بتركيز باش حتى الفريق اللي يلعب ضده ما يجيش عنده 10 فاولات ورا بعضها. هذه خطأ لازم نخدمه باش الخطأ هذه ما تتعاود ان شاء الله. شكرا لحضورك، اسف للتاخير. محمد السهلاوي الى جانب محمد، وحييك. سنحت الكثير من الفرص اليوم لكم في خط الهجوم، مبدأ الاستثمار حضور لتيسير الانتاف ام انه انتم لم تستغلوا هذه الفرص بشكل جيد؟ الحمد لله على كل حال. طبعا يمكن النادي الفيصلي قدر يحرز هدف تعادل، جت عدد من الفرص اضعناها، هذا حال الكره اذا ما تسجل يعني خلاص. يعني الحظ يمكن في ال10 دقائق يمكن 4 فرص يمكن كابتن تيسير الانتاف هو اللي يعني قدر يحمي نادي الفيصلي. ان شاء الله الجايات ان شاء الله يعني نقول لجمهور نادي النصر هارد لك، وان شاء الله معوضين ان شاء الله. فوز وتعادل وخساره بالتاكيد لن يكون الجمهور راضي، ماذا يمكن ان تقدم له في المباريات الجايه او تقول له من مسج معين؟ والله حتى احنا ما احنا راضيين، بس يعني وجدت هذا الكوره، احنا جتنا في فرص كثير قدام الباب، يعني كل لاعب ما ودنا يضيع في كل فرصه. الحمد لله يعني هذا حال الكوره، وان شاء الله الجايات ان شاء الله. شكرا لمحمد السهلاوي. من جديد خالد السعيد، الكلمه اليك.